بيتاكل برمضان لانه الاكله بتعفش. وهي أكلة حراب إصبعه كتير طيبة، الأكلة الشامية وحلاوتها هي الأكلة بعجقتها. يعني هي الأكلة على طول لما بدها تنطبخ بالبيت بيكونوا كتار وعاملين عزيمة وهالأمور وبضيفوا للجيران وكذا وبكترتها. وهلا نحن حنقدم شو نحن هون نحن بيلزمنا لهذا الشيء وحنبلش مع بعض إن شاء الله تعالى. بابا اذا في اشخاص مو من الشعب بدهم يسووا الاكله، شو المقادير اللي بدهم يستخدموها؟ هلا نحن حنشرح مقاديرها وحنطبقها مع بعض نحن وياهم ان شاء الله، وبيتعلموها مع منا وكيف نحن بنساويها طريقتنا. طبعا انا هون عند مني اغراضها انا بابا. هي المقادير اللي عندي انا هلا بتلزمني: كاستين عدس، عندي كاستين طحين، عندي نص قالب تمر هندي، وعندي بصل هون انا تقريبا شي كليين شرائح هي انا مشرحها، وعندي هون انا رمان، هذا الرمان للتزيين، وعندي هون باقتين ونص كبار كزبره، وبيلزمني دبس رمان، وعندي كاسه ونص زيت بلدي كمان زيت زيتون، وعند مني توم هون تقريبا راس توم، وبيلزمني ملح. وهلا نحن حنطبقها مع بعض ان شاء الله تعالى. العدس هون انا خاسله نغمرهم بابا، عرفت علي؟ بدي هون النص قالب تمر هندي هلا بدي اغمره بمي سخنه انا تقريبا لمده 15 دقيقه. نقعته انا بمي سخنه هلا هون، بعد 15 دقيقه برجع له منشان اعصره وصفي. نحن بيلزمنا كاستين طحين، هي كاسه وهي الثانيه بابا، وبنحط لهم رشه ملح. وهلا نحن عندنا هون 3/4 الكاسة المي، نحن ما حنحطها كلها بنستعمل نصها لانه طحين عن طحين بيختلف، عرفتي علي كيف؟ حطي لي لنشوف نقول بسم الله. يا سلام، عندي صارت جاهزه بابا، شايفه كيف؟ كاستين طحين و3/4 الكاسه مي فاتره ورشه ملح. هلا انا بدي اتركها ربع ساعه ونرجع لها ان شاء الله مع بعض. وفي ناس مشان السرعه وما بتحب هي تشتغل زياده، يعني مشان الوقت يكونوا مستعجلين بحطوا المعكرونه، بس هي طيابتها بالعجين. هي العجينه ريحتها، هلا بدنا ناخذ منها شقفه وبنشتغل مع بعض مرقه. شايفه بابا شلون؟ هلا بدنا نرش عليها طحين لانه انا هلا بدي لفها وبدي ارجع انخلها مثل السندويش اخواتي. بنلفها هيك، بنقول بسم الله. بابا انا بعد ما لفيتها مثل السندويش هيك بدي اقطعها شرائح رفيعه. شايفه كيف؟ شايفه قديش رفيعه؟ شايفين اخواتي؟ هي الطلب اللي بدي اياه انا. شايفه بابا شو بعمل انا؟ بمسك هيك مثل العاده وبقطعها هيك قطع ناعمه، وبرجع بحطهم هون. ليش؟ لانه بدي ارجع انخلهم. عرفتي علي كيف؟ هي عم نعمل اشكال هون مع بعض انا والانسه هون حبيبتي. هي عند مني البصلات جاهزين، هلا انا بدي قيمهم وحطهم هون. كان عندي بدي نزل عليه الثوم المهروس والكزبره لمده دقيقه واحده، قلبهم وقيمهم دغري. هي عندي الثوم هون مع رشه ملح وبنبلش مندق نفس الزيت اللي اشتغلنا فيه مع البصلات. هلا بدي نزل عليهم الثومات انا ونزل فوق منهم الكزبره. هي نزلنا الكزبره هون، هي الكزبره نزلناها قلبتين 3 وخالصين، تقليبتين 3 وهلا بدي قيمه. هي هلا هون عم ننزل الاشكال مثل ما شايفين، اشكال عم قيمهم تزهيره مثل ما انا شايفين. هلا نحن هون بدنا نصفي التمر الهندي ونعصره. على مهلك بابا، على مهلك. ايوه كتيهم بدقه واحده. يا سلام. هلا بدنا نعصرهم مع بعض مثل ما شايفين. هي العدس هون عندي استوى هلا، وبدي انقلهم على طنجره كبيره وننزل عليهم التمر الهندي اللي صفيته انا وياكم مع بعض. هي هلا انا نقلتهم هون العدسات على طنجره اكبر، وهلا حنزل التمر الهندي مع بعض.
هلا انا بدي انخل العجين من الطحين اللي كان فيه مع بعض. هي عندي هون غلى العدس مع التمر الهندي. هلا صار وقت العجين، بدي نزله واتركهم 10 دقائق تقريبا ونحركه. بس تلاقوا العجين نفش على الوش معناتها استوى عند مني العجين. وهلا انا بدي نزل عليهم معلقتين كبار بصل مقلي، وبدي نزل عليهم الكزبره والثوم اللي قلبناهم تقليبتين مع الزيتات مع بعض كلياتهم. الكزبره اللي نزلناها اخواتي قدر معلقتين، والزيتات ليكن كلهم نزلناهم مع بعض. ودوقه. وبعد منها بدي نزل الدبس الرمان وحركه تحريكتين 3 وصارت عنا الاكله هون جاهزه. والملح حسب الرغبه اخواتي. انا كمان بدي احط لها شويه زيت بلدي، وبدي انزل عليهم هلا الدبس الرمان، حركهم تحريكتين 3 اخواتي. هي الدبس الرمان اللي عندي، بسم الله، بيعطيها حموضه ونكهه غير شكل. اخواتي لا بتخلوها كثير مريقه ولا بتخلوها ناشفه، لانه العجين بيرجع بينفش. عرفتوا علي كيف؟ شايفين ما احلاها؟ يا عيني شو الريحه هي، الله يبارك له يا خال. هلا بدنا نسكبها نحن وياكم باذن الله تعالى، ونزينها ومندوقها مع بعض. شوفوا قوامها اخواتي، شايفين؟ ما شاء الله. وهلا حنسكبها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ الله يبارك له. يلا ارفعي هديك بابا. بسم الله. يا عين. شو هاد؟ هلا انا صبيتها، وهي الكمية. انا بقطع البصل جوانح او طرنشات، وبعمل له رشة ملح ورشة فلفل قدام منها. يا رب. يا عين، الله يبارك لك يا خال. هلا حطيت انا عجين هذا اللي عملته انا رسمات مثل ما قلت لكم وقليناهم مع بعض. هلا رمان، وهلا بدنا نحط بصل. جاهزه؟ الله يعطينا العافيه. شو رايك؟ طبعا في ناس بيحبوها بيضيفوا لها فول او بيضيفوا لها سلق، هذا شيء اختياري، بس انا هيك بحبها واولادي هيك بيحبوها مع مني. وهلا مين يجرب يدوق، انا ولا انت؟ شو رايك؟ نجرب ندوق مع بعض. يلا قولي بسم الله. بسم الله. وهي فجل اذا بدك عمري. شو ها؟ وهنساوي مع منا شرحات بصل، ملح وفلفل، كثير كثير لذيذة وطيبة. وهي الأكلة بابا لما كنا بسوريا العجين، من أنا وصغير كنت أنا اللي اشتغل بالعجين وأقطع لهم إياه. ولحنا البركة عنا بيت عربي كبير مثل البيوت الشامية، بس ما عنا بحرة، كان عنا شلال نحن بالبيت، والزريعة بتعرفي بيت جدك، ونجتمع أنا وأخواتي وأولاد أخواتي وكلياتنا وبنعمل هي الأكلة بالكترة. وبتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله تعالى. وما تنسونا من الاشتراك والتعليق